السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل ومساء الياسمين على أحلى ناس وأحلى مشاهدين في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو فعلا ما ينفعش الغلا اللي احنا فيه، ما ينفعش، لازم نتأقلم ونحاول نعمل حاجة تمشي الدنيا شوية. يلا بينا اقولك على الوصفة السهلة البسيطة دي عشان ما نرغيش كتير، واحنا بنشتغل نبقى نرغي براحتنا. يلا بينا نشوف المقادير البسيطة السهلة اللي مفيش اسهل من كده. معانا هنا كوباية مية كبيرة دافية، ومعانا 3 معالق سكر، وظرفين خميرة، و3 معالق دقيق، وهنسيبهم على جنب شوية. لو انت مش واثقة في الخميرة بتاعتك اعملي اللي انا عملته ده، واثقة في الخميرة اشتغل على طول. وهنحط عليهم 3/4 كيلو من الدقيق. معانا كام؟ 3/4 كيلو من الدقيق. تمام كده. لغاية هنا كده اخدنا بالظبط بتاع 15 جنيه. 15 جنيه دقيق و5 جنيه خميرة، كده 20 جنيه. اتفقنا؟ خلينا ماشيين مع بعض واحدة واحدة ونشوف الفرق بينك وبين بره. تمام. هنقلب كده العجين كويس. ربع كوباية زيت او فنجان زي اللي انت شفتيه الصغير دوت، وهنبتدي نعجن بايدينا. طبعا لازم العجينة تكون بتلزق شوية صغيرين. هنا حطيت شوية مية كمان وهبتدي اعجن. لازم تكون بتلزق في ايدي علشان لما اعجن فيها تديك عجينة لينة وسهلة كده، مش قاسية. حطيت كمان بتاع معلقتين مية كده وهبتدي اعجن. لو عندك عجان هيغنيك عن ده كله. قلبتها حبة صغيرين. بصي، هي مش بتلزق في ايدي التانية، هوريها لك دلوقتي. هي كده كويسة قوي، بس هعجنها كمان، هريحها قيمة دقيقة واحدة وهرجع اعجن فيها تاني. انزل بقى على رخامة القمر كده وابتدي اعجنها على مهلي واحدة واحدة. بصي هتبقى حرارية جدا معاكي. مش معنى كده ان بقولك ما تعجنيش بايديكي، دي متعة. عجين الايد ده متعة. طبعا زي ما انتوا عارفين انا بحب العجين جدا، هفضل اعجن فيها كده. يعني احنا عجناها دقيقة وريحناها دقيقة وعجناها دقيقة تانية. عندك عجان خير وبركة، اشتغلي فيه وهيبقى بجد يطلع لك الحاجة جميلة قوي. تمام. بصي المنظر، العجينة بقت خطيرة وروعة. هنا كده خلصت معايا والحمد لله رب العالمين. اهم حاجة ما تكونش بتلزق في ايدك وتبقى هي لينة جدا كده في ايدك. تمام. هدهن الطبق بتاعي زيت كده وهحطه فيها واحط على وشها شوية زيت. بس بعد ما حطيت لقيت فعلا الطبق صغير عليها. قسمت العجين على طبقين وحطيتهم لغاية ما يخمروا. ما اخدتش معايا ساعة بصراحة، قبل الساعة كانت خمرانة وجميل. نعمل بقى الحشو الرهيب بتاعنا. تعالي هنا هننزل بشوية بصل. بصوا انا عطيت بزيادة شوية عشان يبقى عندي، وهبتدي افرمهم فرم ناعم جدا. انا بحب بصراحة حشو لما يكون في بصل يبقى ناعم جدا. وهاخد 2 فلفل، جبت الربع ب5 جنيه. اخدت في 2 بس وعينت الباقي. تمام. فضلت افرمهم، فرمتهم فرمة محترمة كده. وحبيتين 2 طماطم بالظبط زي ما انتوا شايفين، وزي كده الحمد لله عسل قوي. البهارات شوية فلفل وشوية كمون، مش اكتر من كده. وما حطيتش ملح تاني. حطيت والبصل بيتفرم حطيت، هي كانت معلقة ملح ممسوحة بس. وهرسة شطة من القمر اللي انا عاملاها دي. حسيت ان هو كتير شيلته وصلى على النبي كده عشان نخش على المكون الرهيب اللي جاي. اللهم صل وسلم. والحاجة بقى بتاعتنا القمر بقى، هم معانا 6 برجر عاديين مش جامبو، يعني يعتبر ربع كيلو. تمام. 300 جرام بالظبط، ربع كيلو وواحدة. مفيش احسن من كده طبعا. توفير بيتهيألي على ما اظن. والله العظيم طلع جميل جدا، يعني بامانه، بكل امانه طلع جميل. هبتدي هنا اجيب العجين بتاعي. انا طبعا هرست المكونات بتاعتي كويس مع بعضها وسبتها على جنب علشان اللحمه تاكل كده من ريحه البصل والحاجه دي يعني، والبهارات. مفيش بهارات، مفيش افتكاسات. هو كفايه بس البصل والخضار بيدي الحاجه طعم حلو قوي. هبتدي كده ادهن الرخامة بتاعته وهبتدي اشتغل. اعملي ارغفة صغيرة كده على قد ما انت هتاكل، وزي ما احنا قلنا احسبيها قد ايه بصل، قد ايه طماطم، قد ايه فلفل. احنا حسبنا في الاول ان هما كانوا 20 جنيه. حطينا بتاع 3 بصلات كبار، يعني قولي بتاع نص كيلو بصل ب12 جنيه. وقد ايه فلفل وقد ايه طماطم، قولي الاتنين ب5 جنيه، لان احنا حطينا فلفلايتين وطماطميتين. يبقى كده دخلنا في الحساب في 37 جنيه كل تكلفتنا كلها. حلو الكلام، كلام جميل. احسبي بقى السندوتش بره بيتباع بكام. بيتباع بيخشله ب30 جنيه الواحد. شكلي بقى التشكيل اللي انت عايزاه، وبألف هنا وشفا.
ويلا بينا نكمل وصفتنا. وما تضايقيش نفسك من الاسعار، هنحاول ان شاء الله نلمها ببركة الرحمن طول ما احنا بنصلي على النبي وبنتقي كده الله في شغلنا وبنسمي الله في كل حاجتنا، وان شاء الله والله ربنا يبارك لنا في كل حاجة ان شاء الله. نحمد ربنا على السراء والضراء، الحمد لله رب العالمين. يلا بينا. شكلت اهو. شوفي المقطوعة دي هتشوفيها بقى شكلها ازاي بعد كده اما تخمر بأمر الله. هعمل لك كذا شكل كده هتشوفيه. بصراحة ده اكتر شكل عجبني. هنبتدي بقى نلم كل ده كده وهنعمله زي الرغيف المدور الصغير كده، وهنحطه وهخلص الصاج بتاعي وهسيبه يخمر. وبعد ما يخمر هدخله على فرن طبعا مسخن مسبقا على اعلى درجة عندك، تمام. وهو قبل ما يخش في التحمير هورولك دلوقتي، قبل ما يخش في التحمير هتروحي مطلعاه وعطياله كده دهنة زيت زي ما انا بدهن كده، تمام. دهنة زيت كده بسيطة، هي فرشة واحدة دهنتي بقى كله مش كتير. دخلته تاني وطلع زي ما انتوا شايفين قمر وعسل بجد. مفيش احلى من كده ولا قطرة من كده ولا قطعة من كده، وريحته كانت قلبة البيت طبعا. شايفة على فكرة العجينة نفسها اصلا والله طعمها جميل جدا واحسن من 100 عيش بتشتريه من بره، ووفيرة جدا طبعا. كفاية ان هي بايدك وبحب، وهتعمليها برضو ان شاء الله احسن مني. بصي ما شاء الله عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله. كده بقى ينفع، الاول ما كانش ينفع، كده ينفع. عدي معايا ما شاء الله كام رغيف. طلعوا معايا 22 رغيف. هيطلع معاكي هنا 21 بس هما كانوا واحد وانا شغالة بصراحة. كده معايا 22 رغيف، اضربيهم في 30 هيبقوا بكام؟ رغيف تاني ورا اهوت. كده معانا يعني ما شاء الله رمت معانا كتير، ووجبة حلوة وموفرة ورخيصة، مكلفتيش نفسك كتير. ولو انت بتشوفيني لغاية هنا الف شكر لمشاهدتك، والف شكر لاحلى مشاهدين في الدنيا. وجرب الوصفة، وباي باي، اشوفك في فيديو جديد ان شاء الله.